من دول المغرب إلى السودان، كيف حال تنظيم الإخوان؟ الإخوان يتسلقون الإخوان. لطالما وصف الإخوان بأنهم الأمهر في امتطاء المواقف، وهم اليوم يتسلقون إخوانهم، حيث انتفض إخوان تونس ومن بعدهم الجزائر ليستغلوا حالة التصدع التي يعيشها إخوانهم في المغرب، إذ استبعدهم راشد الغنوشي من رؤيته للوحدة الإخوانية المتخيلة. ننظر إلى هذا المثلث تونس ليبيا الجزائر على أنه مثلث النمو لتونس. وتبعه رئيس حركة مجتمع السلمي حمص الإخوانية الجزائرية عبد الرزاق مقري، الذي أثنى على كلامه قائلا صراحة إنهم ليسوا أهلا للثقة على حد قوله، ما أثار غضب الذراع السياسي للإخوان في المغرب، الذين أبدوا صراحة انزعاجهم الشديد من استبعاد الغنوشي لهم. وإلى المغرب، حيث يتواصل مسلسل الانشقاقات عن حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم بالمغرب، والتي تكشف حجم التصدع الداخلي للحزب، خاصة بعد استقالة إدريس الأزم الأدريسي ورئيس المجلس الوطني للحزب وعضو الأمانة العامة، معللا انسحابه بأن وضع الحزب بات لا يحتمل من ناحية التنازلات والتخلي عن المبادئ بحسب نص استقالته. وسبق ذلك إعلان مصطفى رميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان انسحابه من الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، مبررا ذلك بظروفه الصحية. وإلى ليبيا، حيث تحاول الجماعة غسل سمعتها بمجموعة من البيانات الدعائية الصادرة عن ذراعها السياسي هناك، حزب العدالة والبناء، والتي كان آخرها التبرؤ من محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغة عرى بتكوين الميليشيات الإخوانية التابعة لتركيا في ليبيا. وفي السودان، ملفات فساد بمئات المليارات من الجنيهات كشفتها لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان خلال التحقيق بجرائم فساد إداري ومالي بحق مسؤولين إخوان، إضافة إلى إحباط قوات الأمن السودانية مخططات للإخوان للمساس بالأمن في السودان، منها محاولة حرق ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم، وأعمال الشغب في ولايات كردفان ودارفور والقضارف التي اتهمت فلول الإخوان بتدبيرها. أيضا دعلت أصوات ضد تركيا واصفة إياها بمنصة انطلاق الأعمال العدائية في السودان، خاصة أنها تتيح أبرز الملاذات الآمنة للإخوان الذين فروا من السودان. خريطة كاملة ترسمها الانشقاقات والصراعات والفساد والتخريب، هي باختصار جزء من حال جماعة الإخوان الآن.